أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مع الحلقة التانية من مسلسل الخائن. بس يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك. جمانة زميلة أسيل قاعدة معاها وبتتكلم معاها وبتوري لها الشعراية، وطبعا جمانة بتقول لها الشعراية دي مش دليل، ممكن يكون جاية من هنا ولا من هنا. بتقول لها حبيبتي انا كنت فاكره ان فعلا في حاجه وفي دليل قاطع، لكن اللي انت بتقوليه ده مش منطقي. وبتاخد الشعرايه وبترميها في الزباله وبتقول لها طلعتها من الزباله مخصوص عشان توريهاني. بتقول لها امال ايه، انا متاكده ان في حاجه. بتقول لها يا بنت متوقعه مين يعني اللي ممكن تكون كده؟ بتقول لها نوره. بتقول لها نوره انت عايزه تقولي ان جوزك ماشي مع نوره؟ مش ممكن، طبعا ده كلام مش منطقي خالص. وبعدين نوره متجوزه وعندها راجل، وانت كمان جوزك بيحبك وبيخاف عليكي، لا يمكن يكون في حاجة زي كده. انت بس اللي حاطه اوهام في دماغك. كبري دماغك كده وشيل الحاجات الاوهام اللي في دماغك دي، ما انتش تحطها في دماغك خالص. في الوقت ده اسيل بتقول لها امال بيروح فين بعد الساعة 5؟ من الساعة 5 بيطلع من الشغل، وانا قابلت المساعدة بتاعته مع انه ما قاليش ان هو عين مساعدة عنده خالص في المكتب. المساعدة ريم اللي عنده قالت لي ان هو بيطلع من الساعة 5. طيب بيروح فين بقى الثلاث ساعات دول؟ قالت لها انا معرفش، اسأليه، بس اكيد في حاجة منطقية. مش معقول يعني يكون بيروح حتة كده ولا كده. بس انت اتكلمي معاه وشوفي هيقولك ايه. لكن انا اعتقد ان انت لازم تفكري كويس، ولازم تحافظي على بيتك وتحافظي على اسرتك، وما تستعجليش في اي حاجة. وبعدين كل ما تشوف واحدة شعرها أشقر تشك فيها. بتقول لها أنا شاكة في نادين، لأن الزبدة اللي كانت معاه هي نفس الزبدة اللي كانت عندها. بتقول لها طيب أنا أقولك إيه، بس يعني نادين دي صاحبتنا وجوزك صاحبنا وهو كمان جوزها صاحبنا، يعني كلنا أصحاب من زمان وعارفين بعض كويس، ومش ممكن يحصل حاجة زي كده. معقولة هتصاحب جوزك؟ وبعدين مش ممكن، انت وجوزك بتحبوا بعض وكويسين مع بعض، لا يمكن يحصل حاجة زي كده. بتقول لها انا شاكة في حاجات كتير بس ما انتش عارف. قالت لها يا بنت شيلي الحاجات اللي في دماغك دي وكبري دماغك. مش ممكن سيف يخونك، ومش ممكن يكون ماشي مع واحدة تانية، ومش ممكن تكون واحدة من صحابنا. احنا كلنا كويسين مع بعض ومفيش واحدة مننا بتعمل غير حاجة تضر التانية، يعني ما تقلقيش من الموضوع ده. بتقول لها يعني ايه؟ بتقول لها ما تشغليش بالك وما تفكريش في اي حاجة. سيف مش بيخونك وكويس معاكي، ما تخربيش بيتك بايدك وما تدوريش على الخراب. وبعدين انت عندك ابن فما تدوريش على ضياعه. بتقول لها خلاص. بتقول لها انا عندي شغل اقوم اخلص وبعد كده هبقى نتكلم مع بعض. أسيل بيجيلها كشف وبتكشف على الراجل، وهي بتكشف بيبقى عنده مرض جلدي، فبتبقى متضايقة جدا ومتنرفزة لدرجة ان الراجل بيشك ان هي عندها عدوى منه. وبعدين بتقول له ان هي مش فاضية ومشغولة دلوقتي، وبتقوم وبتمشي لان هي الساعة بقت 4:30، وهي عايزة تروح تلحق جوزها سيف وهو خارج من شغله ومن مكتبه علشان خاطر تعرف هو بيروح فين. وبتعدي على مايا وبتقول لها انا ماشية وتستأذن الدكتور زياد ان انا مش هبقى موجودة في الوقت ده. بتقول لها خلاص ماشي، وبتديلها تقرير بتقول لها هبقى اخده اقراه في البيت واشوف كل حاجة. أسيل بتركب عربيتها وبتطلع علشان تراقب سيف، وهي طالعة طبعا بتلاقيه راح محل ورد وجاب بوكيه ورد جميل جدا. وفي الوقت ده بنشوف أمال وسامر جوزها وهو بيضربها وبياخد منها العقد بتاعها بيقع نايمها على العربية بتاعة أسيل. وهي طبعا ما بتقدرش تعمل حاجة لأنها مستعجلة وعايزة تلحق جوزها سيف، فبتسيبهم وبتمشي. وطبعا في الوقت ده بتجري ورا سيف علشان تلحقه، لكن بتلاقيه راح عند مامته. سيف بيروح يسلم على مامته، وهو قاعد بيسلم عليها وبيتكلم معاها بيلاقي أسيل داخل عليهم. طبعا بتسلم على حماتها، وطبعا حماتها بتقول لها ان هي مبسوطة جدا ان هي وسيف جولها علشان يقعدوا معاها، وان هي سعيدة جدا ومبسوطة. وفي الوقت ده سيف بيقول لها انا لو اعرف ان انت جاية كنت قلتلك، مش كنت تقول له انا لو اعرف ان انت جاي كنت جيت معاك. في الوقت ده الشغالة بتدخل بتقول لهم اعمل لكم حاجة تشربوها، بيقولوا لها ماشي. وبعدين سيف بيجيله تليفون وهو قاعد مع مامته، بيقوم علشان يتكلم في التليفون، واضح ان التليفون ده كان من جمانة.
وبعدين أسيل بتقعد مع حماتها وبتتكلم معاها، وحماتها بتقول لها أنا حاسة كده إن انتم في حاجة غير طبيعية، في مشاكل. بتقول لها لا مفيش حاجة، احنا كويسين ما تقلقيشي. المهم بتلاقي سيف راح يتكلم في التليفون، وطبعا ما هيش عارفة هو بيتكلم بيقول ايه. بتقول لها عن إذنك وبتخرج علشان تتكلم مع سيف. طبعا جمانة قالت له على موضوع ان هي هتراقبه وتشوفه بيروح فين، فهو قرر انه يروح لأمه علشان يقول لها ان هو كان بيروح لأمه الفترة اللي فاتت دي كلها. وهي بتقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لها انا لو اعرف كنت جبتك معايا، بس يلا معلش خير. بعد كده بقى عارفين ان انت عايزه تيجي عشان انا بجيب، انا تقريبا كل يوم هنا. انت شايفه ماما تعبانه والضغط زايد عليها، وانا كل يوم لازم اجي علشان اتابعها. بتقول له يعني انت كل يوم هنا؟ بيقول لها طبعا انا كل يوم هنا، امال انا بتاخر ليه؟ بعد ما بخلص شغل باجيلها على طول. طبعا بتقول له انا اسفه جدا انا ظلمتك. بيقول لها ظلمتني ازاي يعني؟ مش فاهم. قالت له انا كنت مفكره حاجه تانية. قال لها مفكره، ماشي على العموم عادي يعني. طبعا بدأ الشك اللي جواها يروح، وبتقول له ان هي ظلمته وان هي بتعتذر له على ان هي قالت في حقه كده. وطبعا هو بيقول لها لا مفيش حاجة، انا مش زعلان من حاجة، انا عارف كويس جدا، بس هي الظروف اللي كده. المهم بتخلص معاه وبتبقى مبسوطة جدا ومطمنة، لكن بتدخل تتكلم مع الشغالة، والشغالة بتقول لها المفروض الفترة ديت تيجوا للحاجة كتير لان هي تعبانة، والمفروض تبقوا جنبها، يعني انت ويزل والكل يبقى جنبها، بالذات الأستاذ سيف. قالت لها ما الأستاذ سيف هنا كل يوم. قالت لها لا الأستاذ سيف بقاله يجي شهر ما جاش هنا، يعني المفروض يجي لها ولو حتى كل يومين ثلاثة يشوفها. المهم بتقول له ازاي ده بقاله المفروض يكون جه يعني. بتقول لها لا انا معرفش، بس يمكن بيجي وانا مش موجودة، بس غالبا في الوقت اللي انا موجودة فيه ما بيبقاش موجود اصلا، فاكيد في حاجة غلط. المهم بتقول لها طيب ماشي، وبيرجع الشك لها تاني، وبتتأكد ان سيف بيكذب عليه. أسيل وسيف بيرجعوا البيت، وأسيل بتقول لي سيف روح هات لي يزان من عند نادين، وبيقعدوا يلعبوا مع بعض وبيبقوا فرحانين هو ويزان ابنه. أسيل بتطلع تطمن على يزان بعد ما خلاص هيخش ينام، وهو بيتكلم معاها وبيقول لها كنت عايز أقولك على حاجة، أنا حاسس إن أم ماريا بنت صاحب واحد. طبعا بتقول له إيه اللي عرفك يعني الكلام ده؟ بيقول لها هي قالت لي وعرفتني الكلام ده، وإن هي زعلانة جدا وعشان باباها ومامتها متطلقين فهي قلقانة جدا. بيقول لها يا ريت يا ماما انت وبابا ما تتطلقوش وما تبعدوش عن بعض ابدا. بتقول له ما تخافش يا حبيبي انا جنبك على طول ومش هسيبك ابدا. قال لها خلاص انا هنام، وبتقول له يلا علشان المدرسة الصبح، وبتنزل وبتسيبه. سيف بقى لابس وخارج. بتقول له انت رايح فين؟ بيقول لها انا عندي حفلة عند الاستاذ عماد الزين، عامل مراته عاملة معرض علشان بترسم وكده. قالت له يا محاسن الصدف ما انا معايا برضو دعوة للحفلة دي. بيقول لها حفلة ايه؟ بتقول له حفلة نورة. نورة مراته دي صاحبتي او عيانة عندي، يعني انا بكشف عليها. قال لها يا طيب خلاص على العموم، بس يزن هيقعد لوحده. بتقول له انا هجيب نادين تقعد معاه وخلاص، ايه المشكلة؟ المهم قالت له انا هلبس واجي معاك، وفعلا بتخرج معاه علشان تحضر الحفلة. وفي الوقت ده بيوصلوا الحفلة، وبيقول لها معلش انا هبقى بتكلم مع الاستاذ عماد، بس ممكن ابقى مشغول عنك فانت ما تزعليش. بتقول له عادي. المهم بيروح يكلم عماد، لكن عماد مش شاغل باله بيه لانه ما يعرفوش اصلا. وبعدين بيقف متنح ومش عارف يعمل حاجة. بتقوم هي بقى جاية داخلة علشان تتكلم مع نورة، واول ما نورة بتشوفها تبدأ تعرف عماد عليها، وبتقول له الدكتورة أسيل ده انا مدينة ليها بحياتي، لان هي اللي انقذتني من الموت وقت ما كنت تعبانة جدا، وانا المفروض ابقى مدينة لها طول عمري، وانا عمري ما هنسالها الجميل ده ابدا. وقعدت تشكر فيها، وبتقول لها ان ده جوزها الاستاذ عماد. وطبعا في الوقت ده هي كمان بتعرف جوزها سيف لهم، وبتعرفه على عماد، وبتقول له ان هو مهندس مدني شاطر وعنده شغل كويس في المقاولات، ويمكن ربنا يصلح حاله لما يجي يشتغل معاه. قال خلاص ده احنا لنا قاعدة ولازم نجربه. في الوقت ده بنشوف ان اسيل بدأت تشك اصلا في نورة، وبنشوف امال اللي هي كان جوزها بيضربها الصبح
واقفة وبتشتغل في نفس المكان وبتقدم طلبات. لكن نورا بتاخد أسيل وسيف وبتوريهم المعرض وبتفرجهم على الصور والرسومات، وهي طبعا ماشية. سيف بيعجب بالصور والرسومات بتاعتها، بتبدأ هي كمان تشكر فيه وبتقول لها ان جوزك جنتل جدا وانت كمان جميلة ولايقين على بعض جدا. طبعا هي في الوقت ده بتشك اكتر ان في حاجة ما بينهم، وبعدين بتستأذنها ان هي هتروح تعمل حاجة. فبتيجي أسيل وبتلاقي ازازة النبيذ اللي هي كان جوزها جايبها معاه مرة وهو راجع من بره. وطبعا في الوقت ده بتبدأ تشك ان المكان ده فعلا هو اللي جوزها بيجي منه. لكن نورا بتنده على بنتها تيا وبتقول لها تعالي سلمي على الدكتورة أسيل. طبعا تيا اول ما بتشوف أسيل بتتخض وبتتصدم صدمة شديدة، لان هي عارفاها ان هي مرات سيف. في الوقت ده بتقول لها ماشي وبتمشي على طول عشان مش قادرة تقف معاها. وبيجي جوزها سيف وبيديلهم الكاسات يشربهم، وطبعا أسيل بتشرب ونورا كمان بتشرب وبيبقوا بيتكلموا مع بعض وقاعدين ياخدوا ويدوا في الكلام. وفي الآخر بتروح أسيل علشان تتكلم مع أمال اللي هي شغالة زي جرسونة في المكان، وبتقول لها معلش انا الصبح ما قدرتش اقف ولا قدرت اعمل اي حاجة. بتقول لها هو انت هتحس بينا؟ انت مش هتحس بينا ولا هتعرفي ايه اللي جوانا. انت حياتك مستقرة، معاكي فلوس وغنية ومبسوطة وجوزك بيحبك، انت مش محتاجة حاجة. بتقول لها بس ازاي جوزك يضربك وانت سايباه كده؟ بتقول لها انا مفيش قدامي حل غير كده، مفيش مكان تاني اروح ولا اقدر اعمل اي حاجة دلوقتي. طبعا في الوقت ده بتبدأ امال تحاول تطلع نفسها ان هي مش غلطانة في حاجة، وان جوزها كمان بيحبها وهي بتحبه ومش ممكن تستغنى عنه. وطبعا هي بتقول لها انت مش هتحس بالحاجات اللي احنا بنحسها، لان انت كل حاجة وكل طلباتك مجابة، كل حاجة عندك سهلة والفلوس اسهل حاجة عندكم. انما انا للأسف ما عنديش حلول زيكم وكل حاجة عندنا صعبة. المهم بتخلص معاها الكلام ان هي ممكن تساعدها في اي وقت، وهي بتقول لها يا ريت تساعديني، انا نفسي حد يساعدني. في الوقت ده بتروح لها تاني وبتتكلم معاها وبتقول لها انا جبتلك الروشتة بتاع الدواء بتاع النوم اللي انت عايزاه، بس بشرط تعملي اللي اقولك عليه. بتقول لها قولي. بتقول لها عايزاك تراقبيلي جوز سيف، وبتديلها عربية علشان تركبها وتروح تراقبه. وبالفعل بتروح من وراه وتراقبه وهو رايح على المكان اللي هو دايما بيروح فيه. وطبعا بتروح بالموبايل وبتبدأ تحدد الموقع اللي هو فيه وتبعت لها رسالة بالموقع بالظبط. وطبعا بعتت لها انه هو في باب الفرح او في عمارة الفرح، الدور او العمارة 3. وطبعا في الوقت ده كمان بتصور وهو داخل وهو خارج، وبتبعت لها دايما وبتتواصل معاها بالموبايل. في الوقت ده كانت أسيل رايحة علشان تجيب تورتة عيد الميلاد بتاع جوزها سيف، وطبعا راسمين عليها الصور بتاعة سيف وصور ابنهم، وهم ابنها هو اللي مجمع الصور وحاططها. وطبعا هي كانت زعلانة جدا بعد ما بدأت تكتشف فعلا ان جوزها فعلا بيخونها مع واحدة تانية. في الوقت ده امال بتكلمها وبتقول لها ان هي فعلا في واحدة معاها. بتقول لها شكلها ايه حلو احسن مني ولا ايه؟ بتقول لها مش باينة، بس هي شعرها اشقر وطويلة شوية، والمهم ان هي بنت صغيرة لكن مش باينة من وشها لان هي مدياني ظهرها. بدأت تزعل جدا وتحزن على ان هي كل الادلة بدأت تظهر وبدأ فعلا يبان كل حاجة. في الوقت ده بتكلمها وبتقول لها خلاص انا صورت رقم العربية وبعتهولك، وهي شافته وقالت لها ابعتلك المفتاح بتاع العربية لان سامر لو شاف العربية يعمل لي مشكلة. قالت لها خلاص انا هروح اجيب يزان وهقابلك. وبتروح عشان تجيب يزان من المدرسة، وبعدين بتكلمه وبيقول لها ان هو متضايق من المدرسة ومن المذاكرة ومن الدراسة كلها وعايز يمشي. وبعد كده بتروح علشان تقابل امال وبتقول لابنها خليك في العربية، وبتروح تاخد منها المفتاح وبتقول لها هبعت حد يبقى ياخدها. وبعد كده امال بتقول لها هتعملي ايه؟ بتقول لها في ايه؟ بتقول لها انا رأيي ان انت تفتشي كويس قوي في العربية بتاعته وفي شنطة العربية،
اكيد هتلاقي حاجة مهمة. قالت لها ازاي؟ قالت لها انا حاسة ان هو مخبي حاجة في شنطة العربية، واكيد لو انت دورت هتلاقي حاجة او معلومة توصلك لحاجة مهمة، وانا واثقة ومتأكدة من الموضوع ده، فانت يا ريت تدوري في الشنطة. قالت لها خلاص. وطبعا في الوقت ده بتخلص الحلقة، ونشوفكم في الحلقة الجاية. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسلام.